السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله النهارده هنبدأ أول وصفات كحك العيد والعجان بايظ. هنعمل ايه بقى؟ هنضطر ان احنا نعمل الكحك على ايدينا، وعادي جدا خالص. هو اصلا زمان كانوا بيبسوا الكحك بايديهم، ما كانوش بيستعملوا العجانات دي خالص. تمام. فهنبتدي ان احنا نبس ايه الكحك على ايدينا. اول حاجه انا معايا كيلو دقيق ونخلاه كويس جدا. تمام، هركنه على جنب. الدقيق ايه؟ يعني اقل سعر موجود حاليا هو دقيق الكوثر، تقدري تستعمليه. ودقيق الكوثر يا جماعه بالشكل ده عشان محدش يستغرب، مكتوب عليه الكوثر اكسترا. هو ما كانش بالشكل ده كده الاول، عشان في ناس بتقول ان الدقيق ده مغشوش. لا، انا بستعمل الدقيق ده بقالي سنه حرفيا بالشكل ده، مكتوب عليه اكسترا. تمام. انا من سنتين كنت عامله كحك وكنت مستخدمه الكوثر برضو، بس الشكل ما كانش ده كده، يعني شكل الكيس او شكل العبوه بتاعته ما كانتش كده. كانت الكوثر عادي، وكان استخراج 72% ومكتوب عليه دقيق من فوق دقيق فاخر. ما كانش بالشكل ده، وكان لونه كله برتقاني بس غامق، زي ده كده بس غامق كله، مفيش الحته البيضه ديت. تمام. فعشان ما يختلطش عليكم الامر، الدقيق ده كويس، استعملوه بالشكل ده مفيش منه اي مشكله. عشان في ناس بتقول ان الدقيق ده كده مغشوش. تمام، هنركن الدقيق على جنب. انا دلوقتي نخلت كيلو دقيق خلاص، و هبدا ان انا احط عليه ايه بقى. جمعت لكم المكونات كلها في قلب طبقة. معايا معلقتين كبار من النشا. المعلقة اللي استخدمتها اهي، معلقة بتاعت اكل عادي، ولسه حتى ما غسلتهاش. تمام. معلقتين من النشا، وثلاث معالق من السكر البودر، ومعلقتين من السمسم وده اختياري، معلقة من ريحة الكحك. وطبعا كل المعالق دي مش مليانة قوي، يعني انا مش مالية المعلقة على اخرها، لا، انا يعني عاملاها كده ممسوحة. تمام. ومعلقة بيكنج باودر ممسوحة، وانا بحط بيكنج باودر بس ما بحطش خميرة في الكحك. تمام. كل المكونات دي على الدقيق ده. تمام. وهنقلبهم كلهم. هبدأ اقلب بالشكل ده كده. هركن الدقيق على جنب، واجيب السمنة بتاعتي. السمنة بتاعتي استخدمي سمنة نباتي، استخدمي سمنة بلدي، استخدمي خليط اللي يريحك. بس الكيلو انا بحط عليه 550 سمنة، وليك الاختيار. في ناس بتحبه يكون ماسك نفسه شوية فبتحط 500، بس انا بحب احط 550. انا بحب الكحكاية ناعمة قوي. تمام. بس واستخدمي السمنة اللي تعجبك. اول حاجة احنا بنستخدم السمنة بدرجة حرارة المطبخ. الجو الفترة دي بارد، الجو الفترة دي بارد، فاحنا بنستخدم، يعني انا بسيح بس السمنة مش بسخنها. انا بستعمل الكحك على البارد، بسيح السمنة بس بفكها، مش يعني مش بقدحها قوي للكحك، لا. تاني حاجة، لو في الصيف انا بستخدم السمنة على طول، درجة حرارة المطبخ بتكون عادية جدا، فبستخدمها من غير تسييح ولا تسخين ولا اي حاجة. حلو الكلام. يبقى انا كده هعمل الكحك على البارد، بس هسيح السمنة شوية معايا علشان ما تكونش جامدة قوي، مش هعرف ابسها، لان انا كمان هبس على ايدي مش في العجان. حلو الكلام كده. لو انت عايز تعمليه يعني نص سخن، ممكن تسخني او تغلي نص السمنة، وممكن وتحطي نص التاني بارد، وممكن تغليها كلها يبقى كحكة على السخن، فاللي يريحك، وكله جميل بصراحة. يلا نبتدي بقى نحط السمنة على الدقيق ونفضل نبس. جينا بقى كده لمرحلة البس، اللي هو السمنة بالدقيق. والدقيق طبعا السمنة زي ما قلت لكم هي 550 جرام، وزي ما تحبيها اي نوع سمنة انت بتحبيه. هبدأ بس كده ألم السمنة بالدقيق بالمعلقة كده لحد ما يتجانسوا مع بعض، وبعدين هبدأ ان انا استعمل ايدي في عملية البس. طبعا زي ما قلت لكم في اول الفيديو ان احنا مش هنستعمل العجان النهاردة. هابتدي بقى إن أنا كده إيه، زي ما باوصل لمرحلة البث في العجان، لازم أوصل لها بإيدي برضه، لازم نوصل لمرحلة كده معينة. طبعًا الصينية كده بإيه، مضايقاني شوية، فهاجيب حاجة أحطها تحتيها وأبدأ إن أنا أبث كويس جدًا العجينة بتاعتي. مش هيقل عن 7 من 6 ل7 دقايق على إيدِك.
هنبتدي بقى كده. بصوا انا وصلت للمرحله ديت، المرحله دي لا لسه، دي كده مرحله زي الرمل المندي او بعد الرمل المندي. لا انا عايزه بقى اوصل لمرحله تانية، مرحله التلزيق. عايزه آه العجينه تكون بتلزق معايا بالشكل ده، ما تخافيش جدا، زي عجينه البيتي فور والبسكوت لما بتعملي الزبده مع السكر بيكون بالشكل ده. فانا عايزه اوصل للمرحله دي. واول ما اوصل المرحله دي هحط نص كوبايه من الميه لو انت بتعايري بالكوبايه، او 100 ملي من الميه لو انت بتوزني على الميزان. تمام. والميه جايباها من الحنفيه عادي جدا، انا ما حطيتش خميره في الوصفه، جايبه الميه من الحنفيه عادي، لا ساقعه ولا دافيه. ومجرد ما احط الميه مش هبدا اعجن كتير علشان خاطر العجينه ما تعضمش مني والكحكايه تطلع ناشفه. انا بس هلم الميه في الدقيق، مش في العجينه، مش اكتر من كده. اول ما الاقي الميه دي اختفت خلاص هوقف عجن، مش هعجنها نهائي تاني. بس هي في المرحله دي مش هتاخد معايا بس يعني اقل من دقيقه بالظبط. يعني وهسيب العجينه خالص، هسيبها بقى على جنب ان هي ترتاح شويه. هشغل الفرن على درجة حرارة 180 واسيبها ترتاح ربع ساعة، وابدأ ان انا اقطع او اشكل الكحك بتاعي. بصوا بتلاقوا هي العجينة مفرولة كده بعد ما حطينا المية وكل حاجة، بس العجينة بتكون معاكي جميلة جدا. نيجي بقى لمرحلة لو العجينة شققت معاكي بالشكل ده، كل حتة عجينة تقطعيها علشان تشكليها بالمنقاش أو بالبصامة هتاخديها وتريحيها ما بين ايدك كده شوية. يعني تقعدي تعملي كده بايدك، ما بين ايدك اكنك بتبسي العجينة ما بين ايدك كده شوية، وبعدين لفي العجينة على ايدك وابصميها بالبصامة او بالمنقاش، هتطلع معاكي جميلة جدا. بصوا بقى تعالوا بعد ما ريحناها على ايدينا، العجينه طالعه بسم الله ما شاء الله، ما فيهاش اي حاجه، ما فيهاش تشققات، والعجينه بتاعتي نايمه ناعمه. آه هنبتدي بقى ان احنا نجيب الصاج بتاعي. انا اول حاجه هختبر اتنين، انا بحب اختبر كده ايه اتنين. اي نوع كحك بعمله بحب ان انا اختبره الاول علشان برضو اطمن ان العجينه تمام مش ناقصها حاجه او مش زايده حاجه، عشان ما تبص مني. هابتدي كده إن أنا أجرّب الاتنين دول وأدخّلهم الفرن عقبال ما أشكِّل صاج، عشان أنا عارفة إن هي الدقيق كويس والعجينة هتطلع كويسة، فأنا هادخّل دول هاشكِّل صاج عقبال دي ما تخرج. طبعًا الكحك بسُكّر أو الكحك الناعم بياخد معايا يعني مش أقل من ساعة إلا ربع في الفرن. تمام. يعني بيزيد عن نُص ساعة، ما تقلقوش جدًا، بيطوّل في الفرن علشان ياخد لون حلو كده من تحت. أول ما بياخد لون من تحت أنا خلاص يعني آآ ما بازوّدش، يعني ما باخلّيهوش يحمر أوي من فوق، يعني بياخد لون بس بسيط كده جدًا زي أنتم ما شايفينه كده، لون أشقر بس من فوق، ومن تحت واخد السِوَى بتاعه تمام. بُصّوا أنا زي ما دخّلت الكحك خرّجته، يعني ما فرَشش منّي، والكحكاية زي ما هي بالضبط. وبُصّوا بتدوسي عليها بتتبسبس معاكِ خالص، والكحك ده ما فاتش عليه يعني 5 دقايق من بعد ما طلع من الفرن، يا دوبك بس هدي كده. وبدأت إن أنا أشوفه لقيته بسم الله ما شاء الله، يعني الكحكاية ناعمة. وبدأت إن أنا دخّلت صاج تاني أهو، بسم الله ما شاء الله استوى معايا جميل. وفي صاج تاني في الفرن، وفي صاج لسه هادخّله. أنا عملت 3 صِجان كده من الكيلو دقيق، هُم اللي عملتهم معايا. طبعًا الكحكايتين اللي عملتهم في الأول دول، أنا لازم أساسي عندي إن أنا أختبر الكحك قبل ما أدخّله كلّه الفرن. تمام. ده كده كان الكحك بتاعنا بسم الله ما شاء الله، يعني بشهادة الناس مش بشهادتي والله، إن الكحك كده بينزل في القلب، يعني هُم بيقولوا دايمًا كده، أنا مش عارفة إزاي، بس هُم فعلًا اللي بيقولوا كده. ده كده كان الكحك بتاعي كلّه زي أنتم ما شايفينه كده. دي الكمية كلّها اللي اتعملت من كيلو دقيق بسم الله ما شاء الله، يعني جميلة جدًا. بعد كده حطينا بقى عليه السكر، وبصراحة هُم يعني ما استنوش، أنا عملته بعد الفطار وكلوه على السحور يعني. ألف هنا وشفا. اعملي الوصفة زي ما هي كده، ما تخافيش، على فكرة الكحك سهل جدًا إن هو يتعمل في البيت، وبيتعمل أحسن من المحلات بكتير جدًا، جدًا، جدًا. ما تتخيلوش والله طعمه حتى لو عملتيه بسمنة نباتي، والله بيطلع جميل جدًا، ومش هي مش هيبوظ منِّك، ما تقلقيش. ابدئي إن أنتِ اعملي فيه، اعملي حتى نُص كيلو دقيق، وما تقلقيش خالص، مش هياخد منِّك أساسًا نُص ساعة عمايل. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.